ايه ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن ماتش ارسنال ومانشستر سيتي والرأي كده على السريع وبس يعني. قول الرأي اللي حصل فيه. انا زهقت يا جماعه من النادي ده والله العظيم بامانه. اكلمكم ب... من 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 مشجع ارسنال اتخانق بقاله بيشجع النادي ده بقاله سنتين. تعبت من النادي ده واتخنقت وجالي امراض الدنيا منه والله العظيم. لو جالي حاجه مرض بعد الشر يعني مرض خبيث هيبقى بسبب النادي ده اقسم بالله. تعبني في حياتي والله النادي ده، مش عارف اعمل ايه، مش عارف بحبه. هو النادي ده الكتالوج بتاعته غريبه، حتى مشجعينه غراب تلاقي محمد حسين راشد، دوك، مروان سري، التلاتة دول بيعشقوا حاجة اسمها أرسنال، وأنا حبيت منهم. وأنا حبيت أرسنال بسببه، ابتديت أشجعه وبتاع. أنا النادي ده خنقني كل سيناريوهاته الصراحة يعني ما أنت متصدر بفرق 9 نقط، إزاي الفرق يبقى 3 ولا 5 ولا 4؟ إزاي يعني؟ اقنعني يعني. أنت لو جبت حد بصمجي أو ما بيتفرجش على كورة هيقول لك الفريق ده ياخد الدوري. ما يبقاش الفرق لو بالاداء، حتى لو بالاداء مش احسن حاجه يعني، هيقول لك الفريق ده ياخد دوري بفرق 9 نقط وخلاص ومقارب منافسيه. الفرق ما بينهم 9 نقط على الورق وعلى حسابيا وكل حاجه، خلاص الفريق ده خد الدوري. لكن ما تفهمش ايه اللي بيحصل في شهر ابريل ده بالنسبه لي. ارسنال يعني شهر الحسم، ما تحسم فيه بقى بامه. احسم فيه الدوري وخلص وخلص ليلتك وخد الدوري وخلينا نفرح ببطوله بقى قبل ما يحصل لنا حاجه بسبب النادي ده. واحد اتخانق بجد الصراحه. شفت الشوط الاول معلش يعني فضفضت معاكم شوية قبل ما أتكلم عن الماتش. سوري لو كنت طولت في الحتة دي يعني. الشوط الأول كان هادي، ما حسيتش فيه خطورة إلا الكرة بتاعت اللي هي اتشاطت دي في الأول، خبطت في كتف جابرييل وجت في العارضة ومسكها راي معرفش ازاي فرصة يعني ما تضيعش يعني، الحمد لله إن هي ضاعت. بعد كده جون شرقي، جون حلو الصراحة، والواد لعيب يعني. والواد صفقة يعني، مش فاهم ده ب35 مليون ازاي. وازاي ما كانش في نادي انديه بتنافس عليه بالسيتي يعني، مفيش انديه كانت بتنافس السيتي ازاي عليه، مش فاهم بقى دي الصراحه، مش فاهمها بصراحه يعني. بس وبعد كده ارسنال بغلطه ساذجه دايما غلطات تيبيكال دوناروما، هي الغلطه بتاعته المحفوظه. راح اسمه ايه ده، اوديجارد، اوديجارد ايه، هافرتس ضغط عليه وجابها جون وخلص الشوط. اسمه ايه ده، 1-1 يعني. شوط هادي، ما حسيتش فيه خطورة، ما فيش فيه فعالية بتاع كده، حسيته هادي قوي، كان فيه فرص بس ضئيلة شوية يعني. بدأ الشوط التاني. الصراحة الشوط التاني على فكرة أصلا لعبت حلو، جابت كورتين في العارضة، وكرة اسمه ايه ده، وكرة صدها دوناروما على مرتين، وكرة اسمه ايه ده هافريتز حطها فوق القايم لو تحت شوية في الزاوية، انا كأنها حتى جول. شفت ارسنال كويسة صراحة، بس السيتي برضه عمل شوط تاني كويس وضيع برضه وجاب وكسب يعني. شفت اورالي لاعب كويس يستحق ياخد. انا بالنسبه لي هدي نجم المباراه الصراحه، اورالي لاعب جامد وهو شرقي. حسيتهم اكتر اتنين لعيبه فايقين في السيتي وبيلعبوا بروح بحماس بغير فاهم يعني. حسيتها عندهم فعاليه على المرمى مش طبيعيه يعني، وخصوصا اورالي دفاعيا وهجوميا. الواد ده جبار ما شاء الله عليه يعني، هو لعيب قوي حكايه، صغير ولسه، ومستقبل الباك الشمال بتاع انجلترا. يا بختهم بيه الصراحه، يا بخت انجلترا بيه ويا بخت السيتي بيه. بس انا ما حسيتش الشوط التاني ارسنال كان وحش يعني. بس هو قرارات ارتيتا غبيه شويه الصراحه من ناحيه التبديلات يعني. طلع ليه اسمه ايه ده، ايزي كان كويس، ليه تنزل مدافع ما فهمتهاش. هنكبي ما كانش احسن حاجه، راي ما كانش احسن حاجه، جابرييل وشاليبا كانوا كويسين، كالافيوري ما حسيتوش، زوباميندي ورايس كويسين. في مين تاني، مارتينيلي ما حسيتوش، مارتينيلي ما حسيتوش خالص. مين تاني، ايزي كان كويس. مين تاني، هافرتس كان شغال يعني، مش احسن حاجه بس شغال يعني. نزل الشوط التاني، مين الشوط التاني افتكروا معايا، نزل بن وايت، نزل تروسارد، نزل حد تاني، نزل تروسارد وبن وايت، حد تاني. اه وخرج في تبديلة في الشوط التاني بدايتها تقريبا، هو مارتينيلي كان بيلعب اساسي اه.
مش فاكر كان في تبديلة كمان، خرج حد شوط تاني مدويكي، ومش فاكر نزل مين. خرج مدويكي ونزل حد تاني مش متذكر كان مين. بس يعني دي كانت التبديلات، ورأيي فيها ما حسيتهمش الصراحة أحسن حاجة ولا أي بتنجان. وده كان رأي سريع يعني، قلت أقول رأيي في مباراة السيتي وأرسنال، وأطلع معاكم وأقول رأيي. إن الصراحة حزين على النادي ده، ونفسي يكسب بطولة بقى عشان أنا تعبت منه والله العظيم. يعني بكبيري والله بأمانة، النادي ده هديله فرصة أخيرة الموسم الجاي. عملوا حاجة كان بيها الموسم ده والموسم الجاي، دول آخر موسمين معايا مع النادي ده، لو ما كانش هفعل معاهم وكده وكل حاجة، وأعمل لهم فيديوهات برضه. بس مش هبقى أشجعهم إلا بقى لو لقيت نفسي بقيت مجنون حرفيا بالنادي ده، وأظن ده اللي هيحصل، مش عارف ازاي. بس سيناريوهات الكورة مع أرسنال بتبقى غريبة، ما تفهملهاش، هي بتبقى وحشة أوي كده ليه؟ يعني فرق 9 نقط، اكسب الدوري بقى خلاص. الدوري في ايدك، انت اللي رجعت تسد المنافسه بالماتش بتاع النهارده وماتش بورنموث. انت اللي عملت كده في نفسك، انت لو كنت كسبت بورنموث ده كان خلاص الدوري خلص حسابيا وارقام وكل حاجه، كان خلص يعني. بس لكن هنقول ايه بقى، يلا شويه لعيبه شويه ولا بلاش، ومدرب جبان يعني. انا زهقت من ارتيتا ده بصراحه. يعني لو الموسم ده لو ما خدش حاجه يتكل على الله، بالنسبه لي ده وجهه نظري. يجيب اي حد تاني بقى يحسب بقى يحسب بقى الحاجات اللي هو عملها ارتيتا دي، يحسد البنا. بس ده كان فيديو النهارده. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، وصل الفيديو ده 50 لايك، وبلاش 50 خليها 20، ولا اقول لك زي ما تحبوا يعني. واعملوا كومنت جميل زيكم وشير. بس اشوفكم بقى في فيديو جديد. هروح انزل العب كوره مع اخويا شويه، واتفرج على حلقه ياد الموجي اللي شكلها حلوه، شفت الحاجات بتاعتها يعني على اكونت الفنانه الجميله جلال شام، شكلها حلقه تحفه. هروح اتفرج عليها واقول لكم فيها رايي على اليوتيوب وعلى التيك توك. استنوا. سلام. احبكم.